إنه ليس بلاطا أو حتى صباغا، قد تعتقده عامل بناء، لكنه الشيف أبو هناد يا معلم. بيعمل لك الجاتو الغير شكل. جاهزين لنشوف كيف عملوا الجاتو يا معلم؟ أول شي بيحطوا الزيتات وبيحطوا بقلبهم ثلجات، مو مشان شي، مدري مشان شو. ومعلم شو ما عمل راح نكون أفهم منه. معلم هو خبير بهالطبخة. شوف لي شلون الزيتات صاروا كريمة كريمة يا معلم. أيوة، هاي هي أصول العجينة الفاخرة من الآخر. شيل الثلج على جنب يا معلم، بنستعملها بعدين. وشغل الماكينة تبعه اللي من أيام 6 وبلش يحط فيها الطحينات يا معلم، وبلشت تدور وتلف وتفتل، وراد حط الله زيت. معلم الكيكة كلها زيت. صحيح انه الكيكة فاخرة من الآخر يا معلم، بس مزيتة زيت. وبلش تجميع العجين بطريقة احترافية. حاط يا ابو هلال، حط، جعل ما حدا يحط غيرك. وجابوا السكرات يا معلم، وجابوا البيضات، وبلشوا يفقسوا بالبيضات فوق السكرات. يا عيني على هالطبخات، يا عيني على هالشغلات، يا عيني على هالمكونات. ولازم ينخفقوا البيضات مع السكرات، وبنحط لهم شوي من زيت المغنيسيوم، وبنحط فوق العجينة الأولانية، تجمع كلياتها مع بعضها يا معلم لحتى تنخلط مظبوط. وأبو هناد كثير مبسوط. شغل فاخر من الآخر يا معلم، قمة بالنظافة، قمة بالرتابة، قمة بكل شيء. شوفوا شلون بنظفوا المكاين يا معلم بس يخلصوا منها. طبعا ايوه، هز يا ابو هناد، هز، لا تخلي ولا نقطة تروح على جنب، وخلط يا مدير. وطبعا بنجيب هدول الصحون اللي مستعملينهم مدري من 1000 كم سنة يا معلم، ونبلش بنحط فيهم العجينات. النكهة بالصحون، لا تفكر انه الصحون مصدية، ولا تفكر انه قديمة، بالعكس هي جديد جديد يا معلم. وهون الطريقة الثانية يا معلم، مدري شو بيحط شوكولاتة مع شوية شغلات يا معلم، وبيبلش هي الكيك بالشوكولاتة يا معلم، شوكولاتة شوكولاتة. شوف لي تناسق الالوان، شوف لي شلون ابو هناد بشغله فنان. جمع وعبي يا معلم بهالصحن المصدي. ايوه، فردن فردن مشان كل مكان يكون قد المكان الثاني يا معلم. وليك خلصت الصواني يا معلم وفاتت على الفرن. طلعت كيك فاخر من الاخر، ما احكي شيء بالشوكولاته، شغل مرتب اخر ترتيب، بتشتهي لكل صديق وحبيب. صف الصواني يا معلم، صف الصواني، جعل ما حدا يصف غيرك. يا عيني على الشغل الفاخر، صف، جعل ما حدا يصف غيرك يا معلم. شوف لي على هالطراوه يا معلم، تشتهي تاكلها. يا عين، قصي يا مهند، قصي.